السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في مطبخ فريسكا بالعسل. انا النهاردة انا اشتريت بامية. كل سنة وانتم طيبين، بمناسبة ان البامية بقى الموسم بتاعها خلاص جه، والبامية بسم الله ما شاء الله من 100 جنيه بقت ب 50 بس. فانا جبت نص كيلو ب 25 جنيه. بس انا في البامية دي مش طازة، يعني مش مجموعة الصبح وانا جبتها اشتريتها، جابوها باعوها في السوق وانا اشتريتها. لا، الباميه دي تقريبا كده بقى لها يومين في يعني مجموعه بقى لها يومين. ليه؟ بصوا انا هوريكم حاجه. شايفين الجناب بتاعتها السودا دي؟ لان الباميه الطازه لما بتتجمع طازه الجناب دي بتبقى السودا، الجناب دي بتبقى خضراء نفس اللون بتاع بقيه جسم الباميه، يعني الغلاف بتاعها. فالباميه دي مجموعه بقى لها يومين، فالجناب بتاعتها سودا. فانا هعمل ايه؟ انا لما اجي امع الباميه زي انتم ما شايفين كده، انا هقمع الباميه. انا قمعت كام؟ هقمع الباميه بتاعتي. انا هاخد كده اوريكم كده، هقمع الباميه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا بقمعها كده هعمل ايه بقى؟ هاجي بحرف السكينه بتاعي هبتدي اشيل الجنب الرفيع ده بالحرف كده. يعني هو ما بتتعو، يعني ما بيحصلهاش حاجه، بتبقى بشيل خفيف خالص كده اهو زي ما انتم ما شايفين كده على حرف السكينه. هي بتاخد وقت شويه بس بتبقى شكل الباميه نظيف وحلو زي انتم ما شايفينه كده. شايفين شكلها؟ يعني انا عايزه اوريكم الفرق ما بين دي اهو، ما بين دي ودي. شايفين الباميه وهي شايله جنبها السودة اهي، هقربها لكم خالص على الكاميرا. وشايفين الجنب الاسود، وشايفين الجنب اللي اتشال النظيف اهو. فالنظيفه كده بتبقى شكلها حتى في الاكل في الطبق حلو، انما دي بتبقى بنفس المنظر وبنفس اللون في قلب الطماطم بتاعتها، يعني تحطيها في الطبق مستويه برضو بنفس اللون الاسود ده. فاحنا هنشيل الجناب. هعمل لكم واحده تاني، هعمل واحده تاني اهي. حتى انا ما شلتش اهو الجناب اللي انا نضفتها بتاعت الباميه الاولانيه اهي. هنقمعها عادي كده اهو زي انتم ما شايفين كده. انا هقرب على الكاميرا اهي، هشيله كده زي ما انتم شايفين كده. سهل وبسيط خالص، يعني خالص اهو. يعني بشيل كده حاجه لا تذكر اهي. زي شايفين اهو على حرف السكينه، على حرف السكينه اهو. شايفين اهي؟ بصوا بقى نضيف ازاي. شايفين بقى نضيف وشكله حلو ازاي؟ فرق كبير خالص ما بين الباميه وهي بحرفها الاسود وهي متنضفه. بصوا هو نضيف، فرق جامد. هنعمل واحد كمان، نعمل واحد كمان، نعمل واحد كمان. انا ما كنتش عايزه اطول الفيديو يا جماعه، يعني انا حبيت اوريكم الباميه وهي جنابها سمره سمره. بصوا ادي واحد تاني اهو. هنقمع قرن الباميه بتاعنا اهو، وادي الجنب اهو بالراحه خالص على حرف السكينه اهو. الله يرحمك يا امي، كانت هي اللي بتقعد تعمل لما اجيب الباميه بالمنظر ده، كانت هي اللي بتقعد تعملها الله يرحمها. بصوا على حرف السكينه، ويا ريت تبقى سكينه يعني حاميه شويه عشان ما تاخدش مننا وقت. شايفين؟ بصوا بصوا نطفت وبقت جميله ازاي. بقى انا حبيت اوريكم الباميه لما نجيبها سودا بالمنظر ده، الجناب بتاعتها سودا واحنا منضفينها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، وهو نضيف بالمنظر ده. فانا حبيت اوريكم الفيديو.
ان انا بنضف الباميه وبيبقى شكلها انضف واحلى كتير طبعا في الاكل. حبايب قلبي، وادي الباميه يا امارات بعد ما نضفناها كلها كده، النص كيلو بتاعنا نضفته كده من الجناب السوداء زي انتم ما شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، بقى شكلها تحفه، يعني تتاكل نيه، شكلها جميل جميل جميل. وكان دوت الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. انا حبيت اعمله معاكم لما جبت الباميه وكانت جنابها زي انتم ما شفتوها في الاول سودا وشكلها مش حلو، وهيبقى شكلها مش حلو في الاكل واحنا مقدمينها كده وقاعدين بناكلها، فالشكل بتاعها مش ظريف صراحه خالص. فاحنا بننضفها زي انتم ما شايفين كده. بتاخد منك وقت شويه، مش مشكله، نضفيها واعمليها، هنفتح نفس اللي قاعد بياكل. انا حبيت اعمل الفيديو معاكم، الكل يستفيد منه. كان دوت فيديو النهارده زي انتم ما شايفين كده بعد ما نضفنا الباميه. اذا شفتوا الفيديو وعجبكم يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير، واللي ما اشتركتش في القناه تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصل كل جديد. واشوفكم بخير في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.